بس انك لحد الحين ما تدري ايش تدعي. بسيطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر هو خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. ثم بعد هذا الذكر ادعوا الله بما شئتم، وبكل بساطة لا تعقد نفسك، اغتنم الحاجات اللي باذن الله انها اسباب لاجابة الدعاء. طيب مثل ايش؟ عشان نرتب افكارنا: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ادعوا الله بما شئت. رقم 1. رقم 2: تسبح الله 10 مرات، تحمد الله 10 مرات، تكبر الله 10 مرات. رقم 3: دعوة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مؤمن قط إلا استجاب الله له. رقم 4: اغتنم الأماكن والأوقات. الأماكن مثل المسجد أو مصلاك. الأوقات بين الأذان والإقامة، وقت سجودك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في نهاية التشهد الأخير، بعد انتهائك من وردك القرآني، وهكذا. بكل بساطة أنت ما تدري ايش احتياجاتك، الحاجة اللي أنت تحتاجها بالضبط اطلبها من الله بلهجتك العادية العامية. رقم 5: دائما اقرن اسم الله سبحانه وتعالى بحاجتك. كيف؟ يا رزاق ارزقني، يا جبار اجبرني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. وفي دعوة أنا دائما أدعي فيها، تدري ايش هي؟ يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعا. ثم أدعو الله بما أشاء. اللي في خاطرك ادعى الله فيه بكل بساطة.